الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. فعطاؤك يكون لله، منعك يكون لله. فيكون هذا المنع وهذا العطاء وهذا الحب وهذا البغض لله تبارك وتعالى. إذا أعطيت لا تنتظر الجزاء ولا الشكور، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وإذا منعت تمنع لله، ما تمنع لأن بينك وبين من أعطيت مصلحة قد انتهت، فليكون المنع لله تبارك وتعالى. وهكذا الحب وهكذا البغض. تبغض فلان لأنه لا يصلي، تبغض فلان لأنه صاحب معاصي وذنوب، تبغض فلان لأنه على الشر، على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون البغض. فعلم نفسك يا عبد الله ورب نفسك على هذه العقيدة، وهي عقيدة الحب في الله والبغض في الله. فإذا أحببت هذا الحب يكون لله ومن أجل الله، إذا بغضت هذا البغض يكون لله ومن أجل الله. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. إلى أن قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فإذا أحببت أهل الصلاح فأنت معهم، إذا أحببت أهل التقوى أنت معهم يوم القيامة، إذا أحببت أهل الزيغ والضلال فأنت معهم، إذا أحببت
أهل المعاصي والذنوب والسيئات أنت معهم يوم القيامة. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، أنت مع من أحببت يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فرحوا الصحابة، فرحوا بهذا القول وبهذه الكلمات. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. فالمسلم يحب أهل الصلاح والخير حتى يكون معهم يوم القيامة، حتى يكون معهم. أنت مع من أحببت يوم القيامة. والذي يحب يطيع. فأنت عندما تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تبرهن على صدق محبتك بالطاعة، وإلا كانت محبة زائفة، محبة زائفة. وإلا الكل يحب الله عز وجل، يحب النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ ادعى قوم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلاهم الله تبارك وتعالى باتباع نبيه. هنا تبرهن على صدق محبتك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك هذه الآية تسمى بآية الامتحان. امتحن الله عز وجل قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم واختبرهم بمحبة وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.